السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة نصائح المربيين. إن شاء الله النهاردة هكلمك في موضوع مهم جدا للناس اللي هي بتحمي في وقت الصيف اللي هو في الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي، لأن الجو طبعا عارفين إن موجة الحر اللي احنا كنا فيها الفترة اللي فاتت درجة الحرارة كانت عالية جدا وكانت معدية 40. فطبعا ناس كتير كانت بتحاول ان هي تحمي البهائم بتاعتها، ماشي. فانا هعرفك برضو على المشكلة اللي حصلت معايا عشان ان انت ما تقعش فيها بعد كده. طبعا انا اسمع ان ناس كتير يقول لك الحمى في وقت الظهرية او وقت الايالة غلط، ماشي. وفي ناس كانت بتنكره، تقول لك ان احنا الجو حر وهتحميها عادي مش هيجرى اي حاجة. انا سمعت واحد على النت وراجل مشهور جدا يعني في متخصص في مجال الثروة يعني وكده، ان هي عادي مفيش اي مشكله لما تحمي في الوقت الايه وقت الحار. فطبعا لما جيت جربتها طبعا واقعي قدام عينيا، لا لقيت في مشكله جامده، مش حاجه سهله اصلا اللي انت تشرب في وقت تحمي في وقت الحر، ماشي. دي مشكله وعملت لي اثار جانبيه دلوقتي على العجله اللي عندي دي، عملت لها التهاب رئوي، ماشي. طبعا التهاب الرئوي ممكن ما يظهرش، يعني مش شرط ان هو يظهر، اللي هو بمعنى صح الكح دي بيبقى عمل التهاب خلاص وبتبدأ تكح، لكن هي الالتهاب الرئوي بيبقى داخلي، بيبقى لسه يعتبر عامل شبه الصامت كده، بيبقى لسه صامت، بس بيبقى علاماته بقى ايه، تلاقيه عمال ينهك كده بسرعه بطريقه يعني باينه قوي وواضحه ان هو يطلع عمال ينهك بسرعه، تلاقي ضربات قلب سريعه عمال ينهك كده بطريقه سريعه، تعرف ان هو التهاب رئوي. وطبعا هو ما ظهرش الا لما بعد ما حميت من حوالي يومين كده الظهريه، جيت الساعه 2 كده او الساعه 3، كان يعتبر في عز الظهريه، بعد الظهر بيجي ساعه كده او ساعه ونص، ولقيت البهيم، حسيت ان هو يعني ايه، ان انا لما احميها هيبقى الدنيا هتروق معاه شويه، واللي الجو حر برضه يعني يحس يعني ان هو يفوق شويه كده من الحر. قمت جاي ماسكه محميه، فطبعا ده عمل له التهاب رئوي، وطبعا لقيت الحراره مرتفعه. اول حاجه طبعا بيخلي الحراره ترتفع، ماشي، درجه الحراره ترتفع وهي واصله 40 و40 ونص، بقالها يومين 2 على كده، والحمد لله ربنا الشافي معاه، طبعا ان شاء الله يعديها على خير. انا قلت انبه الناس بس عشان المعلومه ديت، محدش يفكر ان وقت الظهريه ده وقت كويس في الحمى. عندك الصبح وعندك اخر النهار اللي هو يعني قبل المغرب بحاجه بسيطه، ماشي. الساعه حوالي 10 الصبح كده، 10 من 9 ل 10 في الرينج ده كده، وبالليل برضه حوالي الساعه 7 من 7 ل 8 كده في الرينج ده. حاول على قد ما تقدر تحمي في الوقت ده بالذات، غير كده الظهريه دي ابعد عنها منعا باتا، ولو ما ويفضل انت ما تحميش اصلا خالص. يعني انا بالنسبه لي انا مش هحميها تاني اصلا، ولا بفكر ان انا احميها تاني، لان خلاص هي كده استحمت عامه. هي مش الحمى مش اللي هو هيأثر عليها قوي يعني، لو انت ما حميتهاش مش هتموت يعني، بس انت حاول تبعد عنها عن الحمى دلوقتي في الفتره دي بالذات للعجول الصغيره، لان العجول الصغيره طبعا ما بتستحملش، دي طبعا لسه صغيره، فهي دي اللي خلاها ايه اثر عليها شويه الحمى، ماشي. طبعا ان هو في وقت الظهريه ده اصلا هو ده وقت غلط اصلا، يعني هي العيب عندنا احنا، يعني الاخطاء بتيجي مننا احنا، كل ما ادم خطاء، ماشي. بس اهم حاجه ان احنا نتعلم من غلط. فانا قلت انبهكم وانبه الناس اللي هي بتحمل في الوقت دوت بالذات، ابعد عن الوقت دوت عشان ربنا يستر ويعافينا من الالتهاب الرئوي واي اعراض تانية عامه، ماشي. فانت ما تسمعش لحد، انا بتكلم كلام واقعي، الحاجه اللي حصلت معايا انا حكيتها لك اهو، مش ان انا مثلا جاي بسمع من حد او واحد يقول لك ده لو حميت وقت الظهريه ده عادي ومش عارف، لا انا مش سامع، انا بتكلم على اللي حصل معايا، ان هي جابت لي مشكله اهي، يعني هي حصل منها مشكله، ماشي. السلبيات هنحكيها والايجابيات هنحكيها، دي حصل الحاجه الوحشه هنحكيها اهوت، ربنا يبعد عنا وعنكم يعني طبعا، والحاجه برضو الكويسه هنحكيها، اي حاجه كويسه هتحصل معايا برضو هتلاقيني بحكيها معاكم اول باول، وربنا يستر على الجميع. تحياتي ليكم، لو استفدت من الفيديو بقى ايه شجع اخوك بلايك وتعليق كويس. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.